في شاب ذبح مرات عمه علشان كان عايز يقيم معاها علاقه. طيب ايه اللي حصل بقى في الواقعه دي وايه تفاصيل الموضوع؟ قبل ما ابدا تفاصيل الواقعه اتمنى من الله ان ده يكون درس وجرس انذار لاي حد عنده ثقه زايده جدا في الناس، علشان الاباء والامهات والبنات اللي بالنسبه لهم ابن عمهم وابن خالهم البس قدام منه ضيق اسلم عليه وابوسه، الدنيا بالنسبه لنا تكون اوبن مايند وعادي خالص وبخرج معاه والدنيا جميله. يا رب يكون ده درس وجرس انذار للاباء والامهات وللبنات. طيب ايه اللي حصل بقى؟ في شاب اسمه خليفه عنده 20 سنه، الشاب ده شغال تاجر مواشي، حصل خلاف ما بينه وما بين اسرته فطردوه من البيت، قعد يفكر هيروح عند مين. اول حد خطر في ذهنه كان ابن عم والده اسمه سيد. سيد ده متزوج وعنده بنت، مرات سيد اسمها صفاء عندها 37 سنه. لما خليفه راح قعد عندهم هناك هم اعتبروه زي ابنهم او زي اخوهم الصغير كمان، اكل وشرب ونوم، وكانوا مرحبين بيه ترحيب كبير جدا وكانوا بيحبوه. المهم خليفه بعدها بفتره حس باثاره اتجاه مرات عمه. ده بيحصل ليه؟ بسبب ان هي مرات عمه ممكن تكون بتتصرف بتلقائيه وبطبيعتها، ممكن يكون بسبب لبس، ممكن يكون بهزار، ممكن يكون بطريقه كلام، ممكن تكون بقعده، ممكن تكون باي شكل من الاشكال، ممكن يكون عدى بالصدفه لقاها نايمه. اي حاجه ممكن تحصل طبيعيه البني ادم ممكن يفهمها غلط. هي بتتصرف بطبيعتها لان هي معتبره ان هو اخوها الصغير، ولكن هو تفكيره كان عكس كده تماما. لما حس بقى بالاثاره دي فقرر ان هو يجس نبضها كده يشوف بقى هل هي فعلا هتستجيب معاه ولا لا. وبالفعل لما جس نبضها اول مره هي طبعا قابلت الموضوع بالرفض وبالزعيق معاه. هو كبر دماغه. بعدها بفتره حاول ان هو يكرر نفس الموضوع وبال ان هو كان عايز يقيم معاها علاقه، فطبعا هي قامت جايه طرداه من البيت. خليفه بعد ما مشى بقى قرر ان هو عايز ينتقم من مرات عمه، وبالفعل استنى لما سيد ده خرج من البيت اللي هو زوجها، وقام جاي داخل هو البيت ومعاه سكينه. دخل على اوضه النوم عندها ونزل طعن فيها في ظهرها طعنات متفرقه، بجانب ان هو كان بيعورها كمان في وشها. هي قامت جايه مصوته من اللي صحت بنتها، طلعت تجري عليها حاولت تشد خليفه قام جاي زقها وقام جاي دابح والدتها، وتم الحكم على المتهم بالاعدام شنقا. فاتمنى من الله ان اي اب وام او اي بنت بتتعامل بتلقائيه او الاسره معتبرين ان الشخص ده بالنسبه لهم زي اخوهم بسبب ان هو جدع، بسبب انهم حاسين انه متربي، الكلام ده على عيني وعلى راسي ولنفسه، ولكن الامان مفيش احسن منه على اهل بيتك. يعني ما ينفعش برضو، انا عارف ان في ناس كتيره ممكن تتضايق من الموضوع ده لان هي بالنسبه لهم الموضوع عادي، لكن لما هتيجي تبص للصح وللامان انت اهل بيتك عندك اولى من اي حد في الدنيا. فكون ان انت تحافظ على اهل بيتك، تحافظ على بنتك، تحافظ على زوجتك، ان محدش يفهمهم غلط، ان محدش يبص لهم بنظره مش كويسه، فاي حاجه بتحصل من الامور دي مرفوضه رفض تام، علشان ما يحصلش اي حاجه انت نفسك ما كنتش تتوقعها من الشخص ده. ووقائع كتير حصلت، مش الواقعه دي بس، وقائع كتير جدا حصلت من ناس والله العظيم ما حد كان يتوقع ان ممكن الناس دول يعملوا المواقف دي. انا والله العظيم ما بشككك في اللي حواليك، بس الامان مفيش احسن منه. فحافظوا على بيوتكم، وربنا يحفظنا يحفظكم يا رب من اي شر ويبعد عننا عنكم اي سوء. انا حسام حماده، اشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم.